باقي تنتبع الملف. هذاك المداخيل ديالهم ما كاينش مداخيل باش نهضروا صراحه. ما كاين لا مداخيل لا والو. حنا المديرين تتفق التريال ما كرهناش كون كانت المداخيل باش نصرفوا على البيسين ولا نصرفوا على مستودعات الملابس ونصرفوا على هذاك المركز. الحضور الكريم السيد المندوب، بالنسبه عندي انا واحد المشكل اللي هو كاين في الزرقطوني في الملعب كاين فيه مشاكل. كيف قالوا الاخوان كلشي كنتبادلوا نفس الراي. المشاكل اللي كاينه هي ما كايناش المجانيه. حنا ما كنقولوش المجانيه 100%، غير تكون شي حاجه شويه مرفقه على المواطن. عارفين حتى هما يعني خصهم مداخل، ولكن غير ديك المداخل ما تكونش شويه مرتفعه. النقطه الثانيه اللي غنهضر عليها بلا السوسيونال اللي عطيناه حنا عطيناه هو كاين بنود. انا غنوريك دابا بعض الصور غتشوفهم انت غتقول زعما اللهم عيب وعار، ولو هاد التيران يكون غير في الزنقه عام. انا غنوريهم السيد الرئيس والسيد الباشا بعض الصور من هذاك السوسيو. هكذا الغيس فايض الوسخ طالع داكشي فايض باش غيدخل اي مواطن من دار بوعزه ولا خارج دار بوعزه. ما كيشرفناش ان هاد السوسيو بقى في هاد الحاله هادي. بالنسبه للناس كاع اللي غيجيو من عين الشق ولا من الحي الحسني ولا من الولفه وغينشطوا عندنا هنا وغيشوفوا هاد الحاله الهستيريه اللي كاينه، زعما راه عيب وعار كيلوموا دار بوعزه. حيت الناس باقي ما كيفرقوش ما بين المديريات. كيقول لك جماعه دار بوعزه الله يجازيك بخير السيد المندوب. حنا كما قال الاخ نجيب حنا راه الاشاره حنا نتعاونوا معكم، حنا الشركاء ديالكم، ولكن نتوما غير شي شويه تكون شويه في المراقبه وراه نتوما مشكورين. وبالنقطه عندي النقطه الثالثه بالنسبه للوليدات ديال المنطقه ديال دار بوعزه، راه ما عندهمش الحق راه كيكون مسبق اما الحي الحسني اما العين الشق اما المدن اللي هما شركاء ديال المندوبيه. بالنسبه لينا حنا هنا دار بوعزه راه الحق ما كاينش. الله يجازيك بخير وشكرا. الرياضه تابعه التعليم راه باقي عندنا الرياضه في اطار التنشيط الرياضي. بالنسبه للزرقطوني المحلات التجاريه اللي تيتسائلوا كاين الملف بيد الوزاره كانت جات مفتشيه، واللي كاين انه درتو في البرنامج ديالي انه التنظيم ديال هذوك الجمعيات والتنظيم ديال المركز من حيث الممارسه نشوفوا طريقه مثلى للتسيير ديالو بالتنسيق مع هذوك الجمعيات. وشكرا. الزرقطوني بغيت نعرف فين وصلتوا في الاجراءات بما ان الجماعه خلات المسؤوليه ديالها. انا ما عطيتش ترخيص المحل التجاري. فين وصلت الوزاره الوصيه في الاجراءات باش تحارب هذه العشوائيه وهذاك المكان يتستغل حتى هو الفضاءات الرياضيه؟ شكرا. شكرا فاطمه. ناكد لك صراحه المديريه ما تستافدش. باش نجيك للاخر. هذه العشوائيه زعما على الارض واسمع الجميع. نجيكم للاخر السيده المستشاره المديريه لا تستفيد لا من قريب ولا من بعيد باش نتفقوا باش نجاوبوا مباشره. السيد المندوب اخلى المسؤوليه ديال الوزاره ديالو من اي مسؤوليه بخصوص هذا المركب. فينا المركب ماشي المركب، هذا المحلات التجاريه التساؤل اللي مطروح عليكم السيد الرئيس. حنا كجماعه وهذا المركب كاين في التراب ديال الجماعه ديال دار بوعزه. واش هاد الناس عندهم ترخيص ولا ما عندهمش؟ ولا كان انا تساؤل واش عندهم ترخيص ولا ما عندهمش؟ وإلا ما عندهمش ترخيص شكون هي السلطه اللي خاصها تاخذ الاجراءات القانونيه ضدهم؟ هذا هو التساؤل، لان ما يمكنش يبقى واحد الوضع بحال هكذا، يمكن واحد الوضع بحال هكذا وحنا كنتفرجوا فيه كمستشارين كممثلين للسكان. اما يكون وضع قانوني بحال ديك الساعه كنا غنرضاو به، الا كان عير كرا على الاقل المندوبيه تستافد منه باش تصلح المراكز اللي كاينين تما والمرافق اللي كاينين تما. ولكن باش يبقى واحد الشخص محتل لواحد الملك ديال الوزاره